بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الواحد بيستحي أما يذكر المرأة الفلسطينية والمرأة الغزاوية، الصمود والإصرار والعزيمة والصبر والتحمل. هذه صفات مؤمنين. أدعو الله سبحانه وتعالى يمكنهم ويعينهم ويصبرهم. صحيح احنا بنفتخر ونقول ما شاء الله صمود المرأة الغزاوية، حال المرأة الغزاوية من الآن. يعني لسه شايفة فيديو الآن لأم مات رضيعها من البرد فقط، ونيجي نتكلم ونقول يا جماعة والله 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 مصارف الزكاة 8 موجودة في غزة. مصارف الزكاة 8 موجودة في غزة. مش بنقول للناس روح اعمل واجب كأنك تتفضل، لكن والله فرض على كل مسلم ومسلمة هذا الواجب الآن. أما أنا كأم أو كامرأة أحس بقلب امرأة تجري على أطفالها تدفيهم أو تؤكلهم، أو حتى تقولك أصل يا جماعة الطاقات الشمسية دي كأنها كماليات. والله ما كماليات. كيف يطلع المية من البير، كيف أنهم يدفوا أولادهم، كيف يعني أبسط الحقوق. أنت قاعد في بيتك ما بين الأربع جدران وأنت قاعدة ببيتك. أنا كأم قلبي يوجعني لما ألاقي أم مثلي لا تجد يعني ما فقط تدفئ به أولادها أو تؤكل أولادها، أو إن هي ما هلاقي هتقول لك والله تمن البندورة ما هو موجود. فأدعو الله سبحانه وتعالى، ويعني وصيتي لكل امرأة مسلمة تسمعني، من فضلك بكلمك بروح الأنثى، بروح الأخت المسلمة. يعني المسلم أخو المسلم، قلبك عليها، انشروا قضيتها. صحيح ندعي لهم ونقول لهم صامدين، ولكن لإمتى؟ يعني تمام بقى لهم 2 و3 وفي حصار أكتر من 17 سنة ومن قبلها من 48، لكن لإمتى؟ خلينا واقعيين. يعني أنت ما بتيجي تكلمني تقول لي صمود، أيوة هم في صمود، وبعدين إيش دورنا؟ الحرب ما وقفت والاحتياج ما وقف وحاجة المسلمين هناك ما توقف. فما اجي اقول دوري انا كمسلمة في القضية حاليا ان انا مش بس انشر وعي، لا، ان انا اساهم واشوف انا ممكن اساعد الناس دي ازاي، اساعد على صمودها. انا فرحانة بصمود المرأة الغزاوية واحذيتهم فوق رؤوس العالم كله. والله علمونا الرباط والصبر والمجاهدة. ايات كل السور، ادي الانفال، والله حتى الأحزاب، آيات قدامك، القرآن لايف قدامك. لكن لحد إمتى؟ إحنا واجبنا نساعدهم، واجبنا نساعد إن هم يظلوا صامدين. وأنا رسالتي كالآتي: من فضلكم ماشي الدعاء والتوعية ونشر القضية والمقاطعة وكل الحاجات الثوابت وتربية الجيل. أنت كأم ربنا الجيل اللي كالملسك، ربنا أبو عبيدة تاني، ربنا من القادة. ولكن أرجوكي أنت كامرأة ساعد المرأة الفلسطينية إن هي تصمد، ساعد إن يفضل دايما تبقى هي نبراس. مش نيجي نقول ما شاء الله صابرين والله ما بارك، لا، فين الفعل؟ فادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصل يعني صوتنا للقلوب، وفعلا نلاقي في حركة في الفترة القادمة من امرأة لامرأة، من مسلمة لمسلمة. والله المرأة ما عليه، والله تحرك الدنيا، والله تحرك العالم. والله حس المرأة المسلمة لو تبنت قضية تحرك الدنيا كلها. انت وزوجك واولادك وجيرانك وحالك وناسك بجميع اللغات بالمكان اللي انت فيه، في مصرعاك الله عز وجل يا بنتي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا كده، ولو طوبة يعني يدوسوا عليها، ولو مجرد حتى ورقة يستظلوا بيها، ونبقى صوت خير ليهم، اللهم امين. يعني اما اجي اتكلم على صمودها وفقدت زوج وفقدت ابن، يعني قالوا لها اخوك مات احتسبت، ابوك مات قالوا لها زوجك مات صرخت. زوج المرأة منها بمكان، فما بالك المعيل. أبص ألاقي طفل 8 سنوات والله رايح أجيب الطحين، رايح أجيب المي، وين أبويا مات شهيد، و8 سنوات هو اللي بيقضي حاجة دولة نساء ربوا جيل اللهم بارك من 8 و7 سنوات يعلم عقيدة. يقول له قل لا إله إلا الله. 8 سنوات و7 سنوات يتكلم في عقيدة، قل لا إله إلا الله. مين علمه إن آخر كلامك لا إله دخل الجنة؟ الأم. لكن يعني أنا دلالة صبر واحتساب المرأة الفلسطينية والغزاوية على مدار العامين اللي ربوا العالم كله دولت، والله أنا شايفاه نموذج حي. القرآن بيننا، اللي يطبق القرآن ويعيشوا بالشكل ده غصب عنك جوارحك بتفعل القرآن، غصب عنك جوارحك بتقول إن الله مع الصابرين. طب بس يا رب انت راضي؟ مين اللي يموت أهلها ويموت أولادها؟ بس انت راضي يا رب، وتنظر للسماء. وشوفناه لايف، يعني يا ريتها مثلا حاجات مسجلة، ده كان لايف، الضرب شغال، انت راضي بقى، ارضى يا رب. هذا حال الإيمان، هذا حال القلب. أنا الدلالة ديت احنا نسقطها على عالمنا الإسلامي.
نلاقي ان الزوجات، وانا بما اني بخاطب الاسره والمراه، يا كل زوجه وكل امراه، دنيا لعاعة، يعني اشغلي نفسك مش بالتوافه والترندات والماركات، والله لا. شوفي ربنا هيسألك عن ايه. ربيتي يا ابو عبيدة وربيتي قادة وربيتي، ولا انت مين؟ انت فين من صمود المرأة وصبرها الغزاوية اللي علمت العالم كله؟ انا دوري دور تربوي، انك تربي جيل يطلع يقول الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا. هو دوت اللي احنا عاوزينه. اما يجي يبتلى نقول الحمد لله، ده ابتلاء، انجح في الابتلاء، انجح في الاختبار. لما يصاب يروح يعارك هو برجل مصابة ورجل كذا. ادعو الله سبحانه وتعالى يوعي نساء الأمة أجمعين بدورها الحقيقي، وتعود الأمة لدورها الحقيقي في القيادة والتربية والسيادة والريادة بوعي. أهم حاجة الوعي. أدعو الله سبحانه وتعالى ييسر لنا. يعني سمعت فيه كذا مكان ما شاء الله ولا قوة إلا بالله بيساهم في نشر الوعي، سواء إداري اجتماعي عقدي سياسي. الله سبحانه يفتح بيكم ويجعل ده نبراس الخير للأمام إن شاء الله. دور المثقفين والإعلاميين والتوعين والمشايخ والدعاة دور رهيب. احنا عندنا وصمة، نحن خصومكم أمام الله. احنا الأمر ده لو كل داعية وشيخ وكل عالم وكل إعلامي بحق يوصل كلمة حق، اللي ورا الكاميرا ده إعلام بيوصل حق، انت ماسك بتوصل حق، الكلمة سؤالك اللي بتسألهوني بتوصل حق. لو انت عرفت دورك الحقيقي في الفترة دي نطلع بره طائلة والله يا رب زي ما قال التاني، والله السجن أحب إلي من خذلانهم. نحن خصومكم أمام الله. احنا أمام تحدي في التوصيل. انت كاعلامي عندك مشاهدين، عندك فانز زي ما بيقول، يا عمي روح انشر القضيه. لما يجي واحد يقول لك والله ضحكوا علينا، والله كانوا يقولوا الدعايه السوداء، يدعو الله سبحانه وتعالى واتطبقت ايه ال عمران فسينفقونها ثم تكون عليهم حسر ثم يغلبون. شوف عملوا كل ده وعلشان بس يبعدوا عن دين الله. الله عز وجل خلاص احنا على يقين بصدق الايات. دور الاعلاميين والتوعين، سامحني وما تزعلش مني، ليس على المستوى. أوهمونا أن الحرب خلص، الحرب ما انتهت. أنت دورك في الحشد ودورك في التوعية، المشايخ الدعاء، انزلوا قوافل دعوية للناس، انزلوا عرفوا الناس ما هذه القضية والله ما تنتهي، والله الخلافة في أرض غزة، والله الرباط في أرض عسقلان، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها فيها. يا بختك ويا بخت اللي يسمع هالكلام ما شاء الله عليه، يا بختكم لو حطيتوا بس يا رب كلمة، وهذه الكلمة كانت وقعت في قلب عبد، رب مبلغ أوعى من سامع، رب أنت تسمعني تبقى أفضل مني عند الله وتنفذ الأوامر. فادعوا الله سبحانه وتعالى إن يبقى لهم دور حقيقي، وأدعوهم هبة، يلا هبة، نقول يا رب هبة، حي على الفلاح، يلا حي على الفلاح. أنه الفلاح فلاحك في إنك تنصر إخوانك، إنك تنصر قضية. والله فلسطين قضية محورية عقائدية مش خاصة بفلسطينيين بس، أنت سوري وأنت لبناني وأنا ما، لا، قضية الأمة الإسلامية. فرقونا عشان يقولوا، لكن إحنا إنه الإسلام أمي وأبي. فلما تحمل أنت كداعية وكعالم وكمشايخ وحتى التربويين، أنا شفت بنات، مجموعة من البنات، قلنا فكرة مرة، الكلام ده كان من 6 شهور، نزلوا في قوافل دعوية، 6 بنات بقى 12 بقى ما الله ما في الشوارع، فقط يقولوا هذه المقاطعة وهذه غير مقاطعة، فقط انشر. لكن ان انا اجي استخف وخلاص والدنيا او اكتفي بهاشتاج، لا، ومعمل هبة. وانا بقوله يلا دعوة لحملة عالمية، هبة للأمة كلها، ومنصروا اخوانكم بكل الوسائل. احنا كنا حاطين بتاع حوالي 20 نقطة للنصرة، قوموا طبقوهم، هاتوا لنا 10 منهم. يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، لكن نبقى بالخذلان هذه. ادعو الله سبحانه وتعالى يفوقه ويجعلنا ربنا كده دايما صوت الحق، اللهم امين.